صورك مش هتطلع مهزوزة زي الفيديو ده لو اتعلمت النقطة دي. أهم عامل هيتحكم إن صورك تطلع شارب أو مظبوطة ومش مهزوزة هو الشاتر سبيد أو سرعة الغالق، وركز إني بقولك إنه أهم عامل مش العامل الوحيد. فولو بقى وتعالى نشوف الشاتر سبيد. الشاتر أو الغالق ده بيكون عبارة عن بوابة موجودة قدام السنسور بتاع الكاميرا، بتفتح وبتقفل في سرعة إحنا بنحددها، وكل ما كانت السرعة دي بطيئة كل ما دخل كمية نور أكبر. فالبوابة دي لما بتتفتح كل النور اللي عمال يخش جوه البوابة بيتسجل على السنسور، فكل ما اخترت زمن أطول للبوابة دي حركة الشخص اللي انت بتصوره هتفضل تتسجل على الكاميرا طول ما هو بيتحرك. وكل ما كانت المدة دي أسرع كل ما البوابة فتحت وقفلت أسرع، فالحاجات اللي بتتصور هتثبت حركتها أكتر. وأنا هنا بتكلم على الثبات مش بتكلم على كمية الضوء اللي هتخش ولا لأ. فلو جينا نجرب نصور النوت بوك دي وهي بتقع فيديو، هنلاقي لو استخدمنا شاتر قليل النوت بوك مش بتلحق تظهر في الفيديو وبيبان بس الهالة بتاعت حركتها في الفريم. ولو علينا الشاتر أكتر هنبتدي ناخد بالنا منها شوية صغيرين، علينا الشاتر اكتر واكتر نبتدي نشوف تفاصيلها. بس لو وقفنا في اي فريم هنلاقي انها مهزوزة ومش واضحة 100%، لان لسه الشاتر مش سريع كفاية ان هو يثبتها في مكانها. لو عليناه اكتر واكتر نبتدي بقى في اي فريم نقف فيه هنقدر نشوف التفاصيل بتاعتها. كذلك نفس الموضوع لو عملناه في الصور، لو صورنا على شاتر بطيء هنشوف مجرد الهالة بتاعت الحركة بتاعت النوت بوك وخلاص. علينا الشاتر شوية نبتدي نشوف الجسم بتاعها بس برضه هيبان مهزوز. علينا الشاتر اكتر نبتدي نثبت حركتها بس ستيل في هزة بسيطة في النوت بوك. علينا الشاتر اكتر نبتدي نشوف النوت بوك وهي ثابتة في الصورة. يبقى كل ما كان الشاتر دون اسرع كل ما كانت الاجسام اللي بتتصور في المشهد بقت ثابته اكتر. يعني لو بتصور عربيه بتتحرك بسرعه جدا وانت عليت الشاتر قوي هتقدر تثبت الحركه بتاعتها. وبس كده. لو مهتم تتعلم التصوير اعمل لي فولو.